وصلنا للحلقة الرابعة من سلسلة تحضيرات رمضان الكريم. نحب نشكر الناس اللي اشتركت في القناة وعملت جيم وكومنتير وبارتاجيت مع أصحابها، ونحب نقولكم زيدوا بارتاجيو الفيديوهات باش نكبروا ونوليو عائلة ونجموا نقدموا حاجة من خير إن شاء الله قدرة ربي. دونك ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، وديما فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد الكل، ويستنى فيكم محتوى عالمي في رمضان إن شاء الله. ربي يجيبه على خير، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقود. في حلقة اليوم باش نعطيكم برشا أفكار باش تربحكم الوقت اي سورتو ترتاحكم الوقفة في الكوجينة لمدة طويلة وانتي بعيدة على تونس سورتو وما عندكش سيونس يونيك. فلهذا تبعني. في مرحلة أولى خديت ما يقارب 3 كيلو من اللحم المفروم، قسمتهم على 3، شوية باش نعمل بنادق، شوية باش نعمل سفيفد كباب، واللي تبقى باش نقليه ونخليه لازاني تاخت بوراك. باش نبدا نحضر البنادق خديت الكونتيتي الاولى متاع اللحم، فوحت ملح فلفل اكحل راس كبير ثوم مفروم، كونتيتي باهيه متاع بسباس حكايه 3 مغارف صغار، مغرفتين صغار نعناع شايح محتحت، مغرفتين فلفل مرحي، مغرفتين كيف تابل وشويه زيت زيتونه، وقعدت نخلط في هيك اللحم لين دخل الفاح الكل في وسط اللحم ولا الكل مفوح. وبعد قعدت نعمل في كعبورات كيما تشوفوا في الفيديو لين كملت الكونتيتي الكل. انتر طون حطيت كسرونه فيها كيس ونص ماء يغلي كيما باش نوريكم الكيس كيفاش الكبر هذايا، وزدت عليهم كيس زيت زيتونه ونص كيس زيت نباتي، يعني نفس كونتيتي زيت هي نفسها بيدها كونتيتي الماء. فوحت الماء هذاك نص مغرفه كبيره كركم، نص مغرفة كبيرة فلفل مرحي وشوية ملح. سقطت الكعابر متاعي في الماء بعد ما غلي شوية وخليتهم يغليوا على راحتهم لين شاح الماء كومبليتمون، وقعدوا الكعابر مع الزيت كيما تشوفوا في قاع الطنجرة، جوست كعابر وزيت اكاهو. وهكيكا نعرفوا اللي البنادق سيبون حاضرين. جبت دبوزة بالله شيحة ونظيفة، حطيت فيها البنادق وعبيتها بالزيت اللي في الطنجرة حتى ليكشي للفم. نتعداو توا للكونتيتي الثانيه متاع اللحم اللي باش نعمل بها شويه كباب وشويه باتوني موتزاريلا باللحم. بالنسبه للفاح فوحت شويه ملح شويه فلفل اكحل، مغرفه قرفه، راهي القرفه تبنن برشا الكباب، نعناع محتحت، شويه بسباس مرحي، حطيت زيادة فلفل زينه شويه مش برشا، وشويه كركم، وزدت معاهم ثوم ان بودر. خلطت بشوية زيت زيتونة لين الفاح الكل دخل في هيك اللحم، وبديت نشكل في الكباب. بصراحة الكباب حاجة ياسر سهلة وحاجة ياسر بنينة، سورتو كي تعملها في دارك ومفوحتها بالفاح اللي انتي تحبه. كيما تشوفوا في طريقة العمل نتاعهم اسهل من هكا ما فهمنيش، ما ياخدوش برشا وقت وما يتعبوش، اي سورتو انا نشوف الصغار ياسر يحبوهم ياسر. دونك يسهلوا علينا العيشة ويجيبوا لنا أفكار مختلفة في رمضان، مع سليطة مع روز، حاجة خفيفة. نجيو توا للبنة الثانية اللي هي موتزاريلا ملفوفة باللحم. خذيت أنا موتزاريلا قصيتها دي باتوني كيما تشوفوا، حطيتها في وسط السفود ولفيتها باللحم المفوح هذاك، حاجة بنينة ما نحكي لكمش. وديما تحاولوا تغطيو الفرماج الكل باش كي طيبوهم تشويوهم ما يخرجش الفرماج على اللحم، ديما تغطيو بالقدا من الفوق ومن اللوطه وعلى جناب. نجيو توا للكونتيتي اللي قعدت. خذيت بصلتين كبار قصيتهم وقليتهم في الزيت بالقدا في كونتيتي باهيه متاع الزيت، وحطيت هيك اللحم تاعي باش نقليه لين يطيب. بالنسبة للفاح فوحت كي العادة، خذيت ملح فلفل أكحل كركم فلفل زينة تابل وثوم مرحي، قليته مليح لين طاب هيك اللحم بالقدا وخليته يبرد وحطيته على جنب. نجيو توا للمرحلة الثانية من تحضيرات اللحم. خذيت كونتيتي باهية متاع اللحم هبرة علوش وقصيتها. بالنسبة لي قسمتها 3 حاجات باش نعمل بها بغوشيت، باش نعمل كمونية، وباش نقص طريفات كبار للكسكسي. وللكمونية زدت طريفات كبدة قصيتهم خشين شوية وحطيتهم فوق اللحم وباش نفوحوا.
بالنسبة لنا النوابلية نحن نحطوا الزهر في فاح الكمونية، نحط شوية موش برشا أما يعطي بنة عالمية. وبالطبيعة ملح، فلفل أكحل، فلفل زينة، كركم، تابل وشوية زيت، وخلطت الفاح الكل مع بعض باش يشرب هيك اللحم الكل. وجبت ساك زيبلوك وحطيتها في وسط، راهي سهلة برشا تسهل لي العيشة. جوست نحط شوية ماء، بصلة مقصوصة بالكدا وبرشا زيت، ونحط هيك الساك هذيك وطيب الكمونية. نتعداو توا باش نفوحوا طريفات اللحم للكسكسي الأصغر. وبالنسبة لينا النوابلية كسكسي أصغر إيجال ما الزهر في الفاح، ما فماش كسكسي أصغر بليش هكا نكتة الزهر اللي تفوح، راهي بنة ما نحكي لكمش. بالطبيعة فوحت ملح، فلفل أكحل، كركم، فلفل زينة، وكيما تشوفوا نحط بالبيه الفاح، راهو اللحم يشرب الفاح، والكسكسي الأزعر يحب الفاح خاطر ما فيهش الطماطم. صبيت نكتة زيت باش يتخلط هيك الفاح من القدا في اللحم. وكي العادة والله لا تقطع لنا عادة، جبت هكا زيبلوك ساشي أليمونتير، قسمت هكا التريفات على 2 ساشي وسكرتهم. وفي كل مرة ما ننساوش باش نكتبوا الساشي هذيك شنو فيها. اي نعرف طولت عليكم شوية، اما نقولكم ما تقلقوش وزيدوا طولوا بالكم شوية بركة خاطر وصلنا الكونتيتي الاخرى متاع اللحم اللي هي باش نعمل بها سفافد. بالنسبة للفاح جوست شوية فلفل أكحل وملح وشوية زيت اكاهو خاطر باش يتشوى يقعد فيه البنه متاع العلو. ونحب نقول لكم السفافد انتوما احرار شنية الخضره اللي تحطوا معها. بالنسبه ليا حطيت بوافرون روج وبصل اكاهو. لقيتوا الحكايه قداه سهله ومصدقوني من بعد في الكونجيلاتور ما تحيرش، مش تقعد تحل الفريجيدير زعما شنو نطيب زعما شنو نطيب، تحل تجيك ديريكتومون الافكار كي تلقى لي بروبوزيسيون الكل موجوده قدامك. دونك ما بقى لي كان باش نحط الحيمات متاعي والسفافد في لي ساشي كي العاده والعوايد، ونكتب على كل ساك شنو هي فيها. وبالنسبه للحم المفروم قسمته، عملت ساشي كبير متاع لازاني، وبعديك عملت ساشي للبوريك، ساشي تاخت، واللي فضل شويه عملته هكا ساك متاع بريك. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره حبيباتي، وحبيت نفكركم اللي رمضان راهو ماهوش شهر ماكله كهو، راهو شهر عبادات وتقرب من الله عز وجل. وحتى كي نعطيكم افكار كيما الفيديو هذا ولا اللي قبله، راهي نحب نقولكم بعيده كل البعد على اللهفه وعلى الرغبه. جوست احنا عباد ابعد على تونس، ما عناش شكون يعاوننا، وما عناش طول الوقت كيفكم في تونس سيانس يونيك ولا في البلدان العربيه اللي تخلي لك الوقت باش تقف نهار كامل في الكوجينه. وصلنا توا لاخر الحلقه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اي سورتو استنفعتوا بالفيديو هذا واللي قبله. ما بقى لي كان باش نقولكم ما تنساوش جيم وكومنتير وبارتاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمه يا ربي. باي.